جاتلك الدورة ومنتظرة حمل، ايه اللي بيحصل في الفترة دي لحد ما يحدث تخليق الجنين كاملا؟ تعالي نشوف ترتيب الأحداث ازاي. انتي الدورة هتيجي تقعد معاكي 4-5 أيام، فترة التبويض بتاعتك من 7 ل10 أيام على حسب طول دورتك. يبقى احنا عندنا أول أسبوعين دولت فترة الحيض وفترة التبويض، دول مش محسوبين معانا خالص، لسه ما حصلش أي حمل. طيب البويضة بدأت تلتقي بالحيوان المنوي، النطفة من الأب مع النطفة من الأم بدأوا يلتقوا، ومعاهم النطفة الأمشاج ماء الرجل وماء المرأة يجتمعوا مع بعض. الاتنين دول بدأوا يخلقوا حاجة اسمها البويضة الملقحة. البويضة الملقحة ديت بتبتدي تاخد طريقها في الذهاب من الأنبوبة عودة إلى الرحم حتى يحدث الانغماس للبويضة. الرحلة دي بتاخد أسبوعين، 3-5 أيام في الأنبوبة وتصل إلى الرحم في خلال أسبوعين تنغمس تحت بطانة الرحم. يعني أسبوعين من بعد فترة التبويض عشان يبتدي يظهر لك ما يسمى بتخليق العلقة، ودي المرحلة الثانية كما ذكرها القرآن. العلقة ديت بتبتدي هي اللي تشق طريقها وتتحول من جسم دائري لجسم مستطيل، يبتدي يشق طريقه ويظهر. فانت هتيجي تقولي عايزه اشوف الجنين حصل له ايه التطورات بتاعته. الجنين لسه متخلق بالظبط كده من أسبوعين، في الاسبوع الثالث ليه اللي هو يعتبر الاسبوع الخامس، لان احنا بنحسب الحمل من اول يوم للدوره بتاعتك، اسبوعين منهم اسمهم العمر الحيضي زياده عن العمر الجنيني اللي هو بيبقى 3 أسابيع في الحقيقة، ولكن بنحسب من أول يوم الدورة، من أول الدورة اللي حصل فيها حمل. حتى لو أنا داخلة متجوزة بعد الدورة ديت بأسبوع أسبوعين، أنت دخلتي على التبويض بتاعك، بس اليوم العمر الجنين بيتحسب بداية من أول يوم للدورة ديت. تمام؟ فهنا الفترة اللي هي ما بين 4 أسابيع ل5 أسابيع هي الفترة اللي بيبتدي يظهر إن عندك إن الدورة غابت، فتروحي تحللي حمل، فيبتدي يظهر في تحليل الحمل إن إيجابي، سواء بتحليل بول يبتدي يظهر بعد غياب الدورة بيوم، سواء بتحليل دم يبتدي يظهر بالظبط يوم الدورة وقبلها كمان بيوم، وأحيانا نفس الحكاية في البول، أو بتحليل حمل رقمي بالظبط بأسبوعين بعد ما التبويض تم. طيب هيبتدي يظهر على الأشعة من الأسبوع الرابع للخامس، هيبتدي يظهر بس كيس مية، جيب كده صغير يتفتح في بطانة الرحم. دي بداية لأن الجنين هنا اللي هو العلقة بيشق طريقه وبيتعلق بالمشيمة بتاعة الأم وجدار الرحم بتاع الأم، فيسمى هنا علقة. نوصل بقى للمرحلة اللي بعدها، العلقة دي ما بيبقاش لسه ظهر بالنسبة لنا وتخلق فيها النبض. فايه اللي بيحصل؟ يبتدي يتخلق المضغة ما بين الأسبوع الخامس لحد الأسبوع السادس. المضغة ديت في الأسبوع الخامس للسادس هي اللي بيبتدي فيها النبض يظهر، المرحلة دي اللي نقدر نشوف فيها النبض.